السلام عليكم حبايبي. تحليل بسيط، مش هنطول يعني، على قد فهمنا. تحليل متواضع من عابنا البسيط. عم بصور بتلفون عادي يعني، لا استديو ولا تحليل ولا الحياة السلم والتعبان اللي كان ماسكها حلمي طولان المنتخب العربي. أنا ما شفتش يعني حاجة زي كده بحياتي. ما علينا، موضوع وعدى. المهم حبايبي الكرام، منتخب تونس ومنتخب السودان للأسف ودعوا أفريقيا. ودعوا أفريقيا. إخواتنا السودانيين كنا نتمنى إنهم يعملوا مفاجأة أو يكونوا الحصان الأسود بالبطولة. والسنغال منتخب دفاعيا فاضي، برغم إنه كسب وفاز على منتخب السودان 3-1. لكن لو في مهاجم صحيح في السودان كان خلصوا على السنغال. السنغال قوي هجوميا جدا، لكن دفاعيا السودان فاضي. السنغال فاضي. نيجي لأخواتنا وحبايبنا التوانسة. برشا فرص، برشا هدايا، هدايا بالجملة، هدايا بالجملة للمنتخب التونسي. والمنتخب التونسي رفض كل الهدايا. من دقيقة 90 منتخب تونس بسجل هدف. بالدقيقة 92 ركلة جزاء لمنتخب مالي. ركلة الجزاء كان ملهاش لازم. الكورة بيده صح، هي ركلة جزاء صحيحة، لكن ده مش عارف أسميه إيه. مش عارف أسميه إيه عند اللاعبين، عند المدافعين، أما تكلف فريقك زي كده. وانتهت المباراة وذهبوا لركلة الترجيح. وفي حاجة اليوم حصلت غريبة جدا 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 جدا. من سامي الطرابلسي مدرب تونس سحب حنا بعل، أفضل لاعب بمنتخب تونس على الإطلاق، أفضل لاعب، ودفع بمحمد بن رمضان. يعني أكبر صدمة كانت للتوانسة، التوانسة عامة، محللين، معلقين، حتى الشوالي، عصام الشوالي اتفاجأ. كل التوانسة صعقوا، مش عارف. حتى حنا بعل نفسه مو خالد استغرب. تبديل يعني سامي الطرابلسي ده أنا مش عارف بصراحة. في ناس يا شباب بدها تخترع كورة، بدها تخترع جديد، بدها تخترع كورة جديد. يا جماعة، من فترة الكل بيذكر أما لعب تشيلسي ومانشستر سيتي نهائي أوروبا، وجوارديولا اتفلسف بالتبديل. اتفلسف بالتبديل. الفلسفة بكرة القدم مش حلوة يعني، وبالذات لما تكون مش بمكانها. بذكر عصام الشوالي بالمباراة دي قال له بالحرف الواحد، قال له جوارديولا ستدفع ثمن فلسفتك. وحصل، دفع الثمن وخسر مانشستر سيتي نهائي بطولة أوروبا من تشيلسي. والكل كان يقول لك إنه بطولة أوروبا بجيبة مانشستر سيتي. ده ثمن الفلسفة. وتونس اليوم دفعت برضه، بالرغم إنه في تقاعس من اللاعبين كثير، لكن برضه دفعت ثمن فلسفة سامي الطرابلسي. فكده قلنا عن إخواتنا التوانسة.
اخواتنا بالسودان. السودان كثر الله خيره وكان الله بالعون، كثر خيرهم اخواتنا السودانيين، مش هنحملهم فوق طاقتهم. نيجي اخواتنا التوانسة، واحد حزين والله حزين، ركلة الجزاء بضيعها، انت بتجيب اول ركلة ترجيح، التاني بيضيع، بديك الفرصة تروح انت مضيع له، ترد انت، يرد هو يضيع، يرد انت تضيع. اشي يعني اشي لا يصدق، اشي لا يصدق. وهتفضل مالي هي عقدة تونس. واتكلم الصحيح يعني، عامة شمال افريقيا كامل ضعيف امام الافارقة، شمال الافريقي كامل اللي معلمين صح. وبتكلم هاي بالكلام هذا، اللي معلمين صح وبيعرفوا يلعبوا الافارقة، وده مش رأيي انا، ده رأي نجوم كتير عندنا في مصر. وعاوز تسمع كمان الكلام ده، اسمعوا من الكابتن حازم امام الكبير، قال لك احنا بنعرف نلعب الافارقة، بنعرف نضحك عليهم، ودي حقيقة. نرجع هون عشان ما نطولش بالفيديو شباب عليكم، نرجع بالحتة دي لمنتخب مصر مع بنين. منتخب مصر، رجالة مصر، الكابتن حسام وجهازه الفني بيعرفوا الكلام ده كويس جدا جدا جدا. منتخب بنين مش سهل، منتخب مش سهل، وياكم والتساهل مع منتخب بنين، عشان لو تساهلنا مع منتخب بنين راح ندفع الثمن، وهيكون الثمن غالي. منتخب مصر قادر ينهي اي مباراة بالشوط الاول، على المستويات، على المستويات اللي قدامنا، على المستويات اللي احنا شايفينها. عشان ليه؟ في من دلوقتي ابتدينا نقول ايه، نغمة 2017 دي، النغمة دي كانت 2017 هترجع. اصل الكوتيفوار هتكسب، مش وهتقابلك لو انت كسبت بنين، الكوتيفوار هتكسب من ناحية تانية. وماله ما تيجي الكوتيفوار، ما تيجي الكوتيفوار وانت فريق بطولة، رايح تلعب على بطولة ولا رايح تمثل مصر؟ لو رايح تلعب على بطولة، اللي يجي قدامي، انا اسف يعني باللفظ، اللي يجي قدامي اكون او لا اكون، اكون او لا اكون. ده المنتخب اللي بياخد بطولات، مو المنتخب اللي بيلعب على البطولة. سمعنا النغمة، ابتدينا ندق النغمة تاني. اصل الكوت ديفوار وعندهم الجنبين الظاهرين اقوياء جدا. ابتدينا النغمة دي سمعناها ب 2017. وهنا بلجأ لكلام الكابتن محمد ابو تريكة. الكل بيذكر الكابتن ابو تريكة قال ايه قبل الماتشات دي، قبل المباريات دي مع الكودوفار والكاميرون والناس دي. قال لك بص على النجوم، بص كم نجمة كده على التيشيرت بتاعك يا لعيبة مصر، بص كده على التيشيرت كم نجمة، تعرف قيمة التيشيرت بتاع بلدك. اما تبص على النجوم كده تفتكر الرجالة دي، تفتكر الكابتن حسن شحاتة ربنا يشفيه، وتفتكر النجوم اللي كانوا معاه، نجوم مصر، كانوا نيموا افريقيا من المغرب. يعني افريقيا دي كانت تنام منا من المغرب، لما تسمع منتخب مصر يناموا من المغرب. فرجاء رجال منتخب مصر، حذاري ثم حذاري ثم حذاري من المنتخب البنيني. اتعملوا اي ماتش بماتش بماتش، ما تفكروش باللي بعديه. اللي يجي حيا الله، اللي يجي حيا الله، كوت ديفوار اي حاجه، كل منتخب لعبوا طريقته. والله انا بتكلم لمنتخب مصر، حاليا بتكلم لمنتخب مصر، استثني المنتخب المغربي، استثني المنتخب المغربي، وكلها منتخبات احنا نتفوق عليهم كثير، نتفوق عليهم كثير، نتفوق عليهم كورة، نتفوق عليهم مرض، نتفوق. احنا عندنا نجوم، عندنا نجوم. مين اللي قالك انه احنا ما عندناش الا محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد؟ لا، ده احنا عندنا نجوم، عندنا نجوم 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 يعني. الكرة المصرية لا يستهان فيها.
فرجاء ثم رجاء احذروا بنين. ويا ريت شفتوا التحضير بتاع المنتخب التونسي، كان تحضير بطيء جدا، بطيء جدا، ممل. كور تتمرر بالطول بالعرض، مفيش كور، يعني مفيش كور فيها خطورة. حضر دي مش كرة قدم يا جماعة، يا جدعان دي مش كرة قدم، ده اختراع اسمه كرة قدم، ده اختراع. وصل للمرمى من أقصر الطرق، من أقصر الطرق وصل للمرمى. بتمنى برضه لإخواتنا الجزائريين، الكونغو فريق شرس. حاولوا تنهوا المباراة معاه مبكرا. والمنتخب الجزائري بقيادة الكابتن رياض محرز قادر، إن شاء الله قادر، لكن مفيش استهانة، ما يكونش في استهانة. مفيش فريق بأفريقيا، أنا بتكلم لمنتخباتنا العربية، أي فريق أفريقي ما تعطلوش نفس، إنه جايلك للدقيقة 90 ويلعب معاك طول الماتش من البداية، خلص من البداية، خذوا بختة كده، خذوا بختة. الأول بالثاني خلصت، الأول بالثاني كده وخلصت. هما ده لعب الأفارقة أول ما تسجل فيه مدى بيفتحوا، أي فريق أفريقي بيفتح خطوطه شارع، بصير عندهم شوارع صلاح سالم وكوبري 6 أكتوبر، فين ما أنت عاوز تخش، ده الأفارقة. بتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية، وبالذات المنتخب المصري. بص أنا بستعين بكلام الكابتن أبو تريكة، بص على النجوم اللي على التيشيرت بتاعك، بص على النجوم، تعرف 100 منتخبات. لاعبين مصر جزء كبير من اللاعبين مع احترامي ليهم كاملا، جزء كبير لم يشاركوا في بطولة أفريقيا بعد الآن. ستكون بطولة أفريقيا آخر بطولة لهم. جزء كبير جدا من لاعبين منتخب مصر آخر مباريات لكم في أفريقيا، للأسف، لأن الاتحاد الإفريقي خلى البطولة كل 4 سنين بدل كل 2 سنين. فاحنا عارفين منتخبنا اللاعبين عنده كم سنة، جزء كبير من المنتخب المصري، جزء كبير سيكون جيل آخر إن شاء الله، إن أحيانا وأحياكم الله سيكون جيل آخر. فحطوا دي بدماغكم وركزوا فيها، ركزوا إنه آخر بطولة أفريقيا ستكون لكم. أتمنى نكون على قد المسؤولية، ونرجع بطولة كأس أفريقيا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.